مم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون اول فيديو في بودكاست باينري توك بإذن الله. في التوك ده، في البودكاست ده هنقدم بودكاست يفيد الشباب اللي داخله التك عامة. هنتكلم عن مواضيع كتير، هنجيب ناس ضيوف، نستضيفوهم، نطلع منهم بمعلومات تفيد الناس. فبإذن الله لو انت حابب تستفيد ممكن تتابعنا في البودكاست، بودكاست باينري توك. انا عمرو الوكيل، سوفت وير ديفلوبر، خبرة 5 سنين في المجال. كنت باك اند بالجافا وفلاتر ديفلوبر حاليا. مع الباشمهندس محمود، يعرفنا بنفسه بقى. انا محمود، شغال 3 سنين بقالي بايثون ديفلوبر، وليه اهتمامات كتير يعني في البروجرامينج، سواء ماشين ليرنينج او اي اي، وكمان في الموبايل ديفلوبمنت. تمام. النهارده باذن الله جايين نناقشوكم يعني في موضوع، في يعني هنبتدوا بيه باذن الله، وبعد كده باذن الله ايه هنتطرق لمواضيع مور ادفانسد يعني. بس احنا حابين نبتدي بمواضيع يعني تكون بيزك شويه تفيد الناس اللي هي داخله، وبعد كده باذن الله ايه هنبدا نتطرق ونجيب ضيوف خبره مثلا 10 سنين ولا حاجه في اي مجال، اي مجال باذن الله، سواء يخص الاي اي او الماشين ليرنينج او اي مجال من المجالات الموجوده دلوقتي في سوق العمل. ف تمام. إيه يا باشمهندس محمود، نتكلم في ايه النهارده؟ طيب، انا من رايي ان احنا نبدا بالسؤال المشهور. يعني احنا مثلا التوك النهارده هيكون بعنوان يعني الجايد اللي انت الجايدنس، هنقدم جايدنس يعني في الحلقه دي للناس اللي بتبدا المجال يعني لاول مره، او اللي هيتعرضوا ان هم يخشوا اي حاجه ليها ريليتد بالسوفت وير، او السوفت وير والبرمجه عموما. تمام. فاول حاجه دايما بنتطرق ليها، او السؤال المحوري الاول هو: انا عايز او ابدا منين في تعلم البرمجه، او ازاي اتعلم برمجه في البدايه؟ طيب، مبدئيا كده احنا ممكن نقسمها على نقط، يعني نمشي عليها على ستيبس. اول تمام. حاجه، انت ليه عايز تتعلم البرمجه؟ يعني انت، اي حد داخل البرمجه، انت ليه عايز تدخل البرمجه؟ عايز ليه تتعلم البرمجه؟ في ناس بتبقى داخله عايزه تتعلم عشان فلوس بس، في ناس بتبقى داخله عشان تخدم دينها مثلا، او تخدم دينها وتسترزق برضه. يعني ما فيش حد داخل سوفت وير او اي شغلانه عامه الا وهو قاصد منها باب رزق. ففي ناس مم. داخله كده وفي ناس داخله كده، في ناس داخله علشان تعمل مشاريع لنفسها. تمام. فالسؤال هنا بقى، انت داخل تتعلم برمجه ليه؟ فانت لو داخل عشان باب رزق هتلاقي فيها باب رزق، لو انت داخل علشان تعمل اي مشروع انت عايز تعمله هتلاقي اللي انت عايزه. بس انت لما تدخل تتعلم لازم يكون ليك هدف للتعلم، علشان بالظبط. الهدف ده هيوصلك اقرب، يعني اقرب من اي حاجة تانية. يعني انا مثلا لو نازل من بيتي عارف انا رايح فين، فاكيد مم. هوصل للي انا عايزه في اقرب وقت. تمام. كان في محاضرة للباشمهندس احمد فتحي، كانت قريبة يعني، كان بيقول فيها إن لم تعلم إن لم لم تعلم تعلم أين، اين تذهب، فكل فكل الطرق الطرق تؤدي تؤدي إلى الى هناك. هناك، اللي هو بالظبط. هتروح هناك. فديت حاجة مهمة، اللي أنت عارف تكون عارف أنت عايز توصل لفين. تمام. تمام. في حاجة تانية، أنت عايز تتعلم إيه؟ يعني أنت الهدف بتاعك، مثلا أنا واحد دلوقتي مثلا عندي معرض أساس، تمام. فحابب اتعلم البرمجه عشان اعمل مثلا سيستم يساعدني في ان انا اسوق لنفسي في معرض الاساس ده، واللي انا يعني اخزن عليه البيانات بتاعتي، واللي انا اعمل الحاجه اللي انا عايزها. فديت حاجه مثلا هتخليني اروح مثلا للديسكتوب ابلكيشن او الويب ابلكيشن، اعمل مثلا سيرفر او اعمل حاجه خاصه بي انا. تمام. وممكن فيما بعد اربطها بموبايل ديفلوبمنت. فكده انا عارف انا هبدا منين، هبدا مثلا من الباك اند عشان اخزن البيانات يعني بتاعتي. قصدك يا عمرو ان انا في كلامك، يعني ان انا اختزل الموضوع بان انا بتعلم الحاجه اللي انا محتاجها، يعني بالظبط. الموضوع بالظبط. انت لو عايز توصل، يعني انت مثلا لو محدد هدفك هتكون عارف انت رايح فين. يعني انت مثلا لو عايز، زي ما قلت كده، لو انت مثلا ناوي تدخل تعمل حاجة معينة هتلاقي في طرق كتير تودي لهناك. يعني انا مثلا لو اوكي. عايز، زي ما قلت لك كده، عايز اعمل حاجة معينة سيستم مثلا، فهروح للباك اند مثلا عشان اتعامل مع الداتابيز والحوارات ديت كلها، وهبقى عارف اللغات اللي هي ايه هتوديني للنقطة دي. بس جميل. في حاجات تمام. تانية بقى يعني، في نقط تانية كتير. بعد ما تعرف انت رايح فين، فهتلاقي الموضوع بيمشي معاك ستيب باي ستيب، انت لازم تاخدها خطوات، وبالذات في الاول. تمام. طيب، احنا يعني دلوقتي اتكلمنا احنا ليه بتتعلم برمجه، يعني عشان تحدد الهدف بتاعك، او لازم تحدد هدف انا ليه بتعلم. تمام.
وتاني حاجه انا اتعلم ايه في البرمجه، يعني دي اول بالظبط. ستيب. انا بتعلم ليه وهتعلم ايه، تمام، او ايه المجال اللي انا ميال ليه يعني. وده ياخدنا لنقطة مهمة. أنا دلوقتي أنا كمحمود دلوقتي عرفت أنا هتعلم ليه برمجة وهتعلم إيه في البرمجة. طيب أبدأ إزاي، أو إيه النصائح مثلا من وجهة نظرك اللي المفروض مثلا إن أنا أمشي بيها بص، يعني؟ هقول لك على حاجه. إيه، انا دلوقتي عايز اتعلم مثلا اللي انا اخترت خلاص، اللي انا مثلا هتخصص في الموبايل ديفلوبمنت خلاص. فهتلاقي بقى هنا في توهان هيحصل معاك، اللي هو طب مم. اتخصص ايه بقى في الموبايل ابليكيشن، اللي هو نيتيف ولا كروس بلاتفورم ولا اعمل ايه بالظبط. طيب انا دلوقتي لو اخترت نيتيف قدامي جافا وكوتلين. طيب لو انا اخترت كروس بلاتفورم فقدامي كذا اختيار برضو، في مثلا رياكت نيتيف والفلاتر. فانا مم. اختار ازاي، اعرف اختار بقى، وازاي تعرف اللي انت يعني بعد ما تختار تثبت على مبدأك. لان دي حاجة مهمة جدا، احنا يعني بنقابل ناس كتير بتقع فيها وبيسألونا، فانا عن نفسي كنت وقعت فيها قبل كده. فديت حاجة لازم اي حد داخل جديد ياخد باله منها. وعايز برضو اسالك عمرو، او عايز احكي لك موقف برضو سريعا عن الموضوع ده. كان في حد مره بعت لي على لينكد ان بيقول لي انا عايز اتعلم مثلا جافا، مش فاكر والله، كان عايز يتعلم حاجه معينه، تمام. فبقول له والله بص ادي المصادر هي 1 2 3 4 اتعلمها وكده، تمام. تخيل ان الشخص ده بعد سنه كامله سالني نفس السؤال، ما بعد هو سنه بقى كامله. بيفضل يلف. بالظبط. بالظبط، اللي هو دي نصيحه بقى، اللي هو انت شخص قال لك كذا اعمله. يعني انت مثلا مش ممكن بالظبط. لا انا مش عارف، انا الموضوع مش على مزاجي. هو بيبقى جاي وبيبقى عارف الطريق. يعني انا بستغرب اللي هو ازاي يعني مثلا تلاقي واحد بيقول انا ازاي ابدا برمجه، او إن ازاي ابدا ببايثون مثلا. هو مع انه كان ممكن يستغرق، بس عقبال ما يستنى ان انا ارد عليه كان يقدر يخش على اليوتيوب يشوف كل اللي هو عاوزه بالظبط. منت، ويقرا في كل اللي هو محتاجه. طيب. طيب خلينا دلوقتي نقول مثلا ان انت اخترت وليكن دارت وفلاتر مثلا، او مم. كوتلين، وهتدخل اندرويد نيتيف. فالحاجه اللي بعديها المصادر. اول حاجه، لا غير المصادر كمان، يعني انت في كذا مشكله هتواجهك، اللي هو لازم تحيط نفسك بكوميونتي. تمام. بالظبط. دي اول مم. حاجه. ليه؟ لان الكوميونتي هيوفر لك حاجات كتير، انت هتواكب سوق العمل. يعني مثلا لينكد ان ليه اهميه كبيره جدا في الموضوع ده، وباذن الله ممكن نعمل له حلقه تانية غير الحلقه ديت يعني. حاجه من الحاجات اللي ممكن تساعدك الكوميونتي زي لينكد ان مثلا، او جروبات على التليجرام او على الفيسبوك او ايا يكن يعني. الكوميونتي هيفرق معاك في ان هو مثلا هيوفر لك، في ناس هتوفر لك فيه ريسورسز او ماتيريال للكورس اللي انت عايزه. تمام. هتوفر لك معلومات هتدلك تتعلم ايه اسرع. يعني انت ممكن مثلا تقعد تدرس حاجات في دارت، يعني هي ملهاش لازمة في الاول، فتقعد تدرس فيها فترة طويلة، وبعد كده يعني تلاقي نفسك ما يعني مش ده اللي مطلوب في السوق. فالحاجه المهمه اللي انت تحيط نفسك بكوميونتي. تمام. الكوميونتي ده يكون في نفس تخصصك او في البرمجه عامه، وتبدا تسال الناس. مش عيب اللي انت تسال. انا في الاول كنت بسال ناس كتير ازاي اتخصص مثلا في الجافا، ازاي اعمل كذا. الموضوع ما فيهوش اي مشكله، بس اعرف انت هتسال مين. اعرف انت هتسال مين، او ممكن تسال في جروب عام زي زي مثلا جروبات البرمجه على الفيسبوك. اسال بس، اعرف ازاي تاخد اجابه. بس ده بالنسبه للكوميونتي يعني. وبرضه عايز امنشن حاجه، يعني اللي هو انت في الكوميونتي تختار اشخاص مقربين. يعني مش عيب ان انت مثلا في شخص انت حابب تفكيره كده، تقول له مثلا ايه رايك نتعلم سوا، ايه رايك نظبط الموضوع ده. بالظبط، يعني ممكن الموضوع تعينوا بعض بالظبط. على المذاكره. يعني كان في برضه حديث برضه مشهور، يعني اللي هو مثل صديق السوء أنا مش فاكر الحديث مثل بالظبط يعني. صديق السوء والصديق الصالح. خلينا بس ما نجودوش، فخلينا ايه، اه هو فيما هو معناه اللي هو الحديث. اه اللي انت كنفخ تختار. الكير ونفخ المسك. فاللي هو مم. انت حيط نفسك بالاشخاص فعلا اللي هي كويسه، ودينيا ودنيويا. يعني برضو مش بالظبط. عايزين نمنشن يكون ما الموضوع هو كله. بالظبط كده. في يعني جانب يعني قليل خالص اللي بيفكر فيه، اللي هو وانت ماشي يعني عايز تفلح في الدنيا، ده ما يمنعش ان انت تفلح في الاخره. اصل انت الموضوع مربوط ببعضه. هو الدنيا ديت انت جاي اصلا الدنيا عشان تفلح في الاخره، مش عشان تفلح في الدنيا. ف بالظبط. يعني بالذات النجاح برضو على لينكد ان، الناس بتتنافس النجاح بطريقه غريبه. اللي هو بتلاقي واحد مثلا اشتغل في مايكروسوفت، فالناس كلها بتدخل انا عايز اشتغل في مايكروسوفت. ولما بيشتغلوا بتلاقي واحده مثلا
تخلع الحجاب، تعمل حاجات، وشاب يشرب خمرة. فالموضوع ده يعني مش كويس. انت ربنا كرمك دلوقتي بشغل، مش شرط لو انت مثلا شايف ان البيئة ديت مش كويسة سيبها. اصل انت بتستعين بالعمل ده عشان خاطر ربنا يعينك على الاخرة فيه. يعني اللي هو ايه، انا واحد مثلا عايز اتجوز، شاب ببتدي حياتي عايز اتجوز، فهروح اشتغل في شركة كويسة عشان اخد مبلغ محترم، وبعد ما اخد المبلغ ده هعرف اتجوز بيه. الاقي بقى الشاب ده، ربنا يا رب يثبتنا جميعا، الاقي الشاب ده يروح يختلط في يعني يحط نفسه في مجتمع فتنة. مش تمام. اه. ويبدأ بقى اللي هو إيه، يشرب خمرة، يصاحب بنات. الموضوع بيقلب معاه لحاجة تانية. فالبيئة مهمة جدا. حتى في بيئة العمل، لو انت في شغل لازم تختار المكان اللي انت هتقعد فيه، لان المكان ده انت بتقعد فيه فترة طويلة، فهتطبع بطبعه. فدي نقطة مهمة برضو. اختار اخرتك مع دنيتك. يعني ما تختارش بالظبط. حاجة واحدة وتخسر التانية. الحياة التانية هي الأبدية، مش دي. تمام بس. تمام. حلو. طيب النقطة اللي أنا برضو عايز أسألك فيها هي ودي في مجال برمجة كتير جدا، اللي هو تلاقي واحد يقول لك، تلاقي اتنين ماسكين بعض بيخبطوا في بعض، والله رياكت أحسن من أنجلر، مش عارف إيه أحسن من إيه. فإيه نصيحتك مثلا لواحد يعني في النص ما يعرفش أي حاجة، وقاعد بين الاتنين دول اللي عاملين يخبطوا في بعض، هو مش عارف مين فيهم الصح، وكل واحد معاه حجة. بص. فأنت. الموضوع مش مين صح. انت دلوقتي انجولار ليه شغله، وعندك مثلا الرياكت ليه شغله، فانت تختار بناء على اللي انت عايز تعمله. انا مثلا شايف ان فلاتر بيوفر عليا وقت. تمام. آه يعني الرياكت نيتف، عشان ادخل الرياكت نيتف، لا انا ممكن بالوقت ده مثلا يعني اشوف يعني ايه وقت. قصدي بالكلام ده، اللي انا مثلا ايه، انا مثلا اعرف لغة جافا. تمام. فلغة جافا زي لغة دارت بالظبط. مش هحتاج مم. لسه اتعلم ايه الجافا سكريبت من الصفر، وادخل اتعلم الرياكت جي اس او الرياكت نيتف ايا يكن. فانا مم. دلوقتي معايا الجافا ومعايا ايه، ممكن اتعلم دارت. لما انقل من جافا لدارت هيكون اسهل لي من ان انا من ان انا انقل من جافا لجافا سكريبت. وطبعا كله مم. عارف، يعني انا عن نفسي لحد الان بواجه ازمه ان انا مش عارف اتعلم جافا سكريبت. ان اللي بيتعلم جافا او السي شارب بيجي ينقل للجافا سكريبت بيكون الموضوع تقيل عليه شويه، لان السنتكس مختلف بين الاثنين. فديت مم. حاجه يعني. انا من وجهة نظري، اللي انت لو عايز تدخل في الموبايل مثلا وانت تعرف جافا او سي شارب، ممكن تدخل دارت اسهل لك، هتتعلمها بسرعة. وفلاتر برضو نفس الموضوع، تتعلمه بسرعة. على بما انك خلاف. ذكرت بما انك ذكرت موضوع السي بلس بلس، يعني برضه ده عايزين نمنشنها بسرعه. فئه الناس اللي بتقول انت لازم تتعلم سي بلس بلس ولازم تتفحت عشان تبقى مبرمج جامد، هل ده فعلا يعني من رايك هو صح، او هل تفكير الناس دي صح؟ من رأيي الشخصي، ان انا لما درست في الكلية سي بلس بلس وبعد كده السي شارب، واستقريت في الاخر على جافا. تمام. انا شايف ان اي حاجة من الثلاثة دول هينفع ان انت تكمل بيها. يعني الاو بي في الثلاثة، يعني التلاتة هيأسسوك كويس، سواء السي بلس بلس او السي شارب او الجافا. تمام. انا جاي من باك جراوند جافا، يعني ما الموضوع مش هو الصعوبة اللي انت شايفها، هو بس الماتيريال في الجامعات ما زال لسه متغيرش، فهم ماشيين لسه بالسي بلس بلس. تمام. انت حتى لو لاحظت في سنة اولى احنا خدنا مثلا السي بلس بلس، بعد كده في سنة تانية خدنا السي شارب، وفي تالتة خدنا الجافا، وفي رابعة طبعا احنا بندرس النتوركينج. فالموضوع ايه بيقلب بقى، هو بس بيديك اساسيات بس. مم. ففي ناس بتعلق معاها سي بلس بلس. انا ما مش عارف بصراحة، انا ما ارتحتلهاش اصلا. انا مم. كملت بالجافا، لان الجافا يعني ايه كانت بالنسبة لي افضل، عشان كنت داخل اندرويد بعديها يعني. جميل. طيب نيجي بقى يعني حته مهمه برضو، يعني اي حد بيتعلم، خصوصا الناس اللي هي مش في سوفت وير عموما، او شخص مثلا عايز يزود دخله وما الى ذلك فبيتعلم برمجه، فدايما بيسأل السؤال، الموضوع ده هياخد معايا وقت قد ايه؟ يعني ايه الوقت الاستيميتد تايم ان انا ابقى ديفلوبر شغال؟ فعلا الوقت بيكون عامل مهم لأي حد داخل يتعلم. يعني انت لو دلوقتي لسه مبتدئ خالص، يعني الموضوع صفر برمجة، انت عشان مم. تتعلم هياخد معاك وقت. وعشان تتأسس، انا شايف ان اللي بيمشي بسرعة في الموضوع ده بيجي يعيد.
بيجي يعيد من الاول. تمام. مم. فانت لو استعجلت في الخطوات الاوليه ديت هتعيد من الاول تاني. ابسط مثال، انا عن نفسي كنت اتعلمت الجافا، اتعلمتها بسرعه. مش عارف اخدت معايا 4 شهور، رجعت عدتها تاني. ليه؟ لان انا ما تاسستش فيها كويس، فرجعت المره اللي بعديها اخدت وقتي. يعني انت ممكن لو جافا مثلا او السي شارب او لغه من الاو او بي ممكن تاخد معاك وقت طويل، قول مم. سنه. تمام. قول سنه مينيمم عشان تتاسس فيها وتاخد شويه داتا ستراكشر معاها وتعرف الميكانيزم بتاع البرمجه ماشي ازاي. مم. تمام. فانت علشان تستعجل هترجع تعيد من الاول، وهتحس ان ده مش مجالك، زي ما ناس كتير عملت كده يعني. في ناس كانت بتكلمني انا عايز اتعلم برمجه، اديله كورس مثلا، ارشح له كورس بيمشي عليه، وبعد ما يعني يخلصه يقول لي مثلا بعد 3 شهور انا خلصت. اقول له طيب تعرف الانكابسوليشن مثلا؟ يقول لي يعني ايه؟ اقول له لا، طب ارجع عيد. اللي هو طب انت درست ايه طيب؟ يقول لي انا درست الفاريبل والفانكشن ومش عارف ايه. اقول له طب ازاي ما تعرفش الانكابسوليشن مثلا؟ يقول لي عادي هرجع اجيبها. يرجع، يعني يرجع يجيبها، يستصعب الموضوع، فيطلع من الموضوع خالص، اللي هو خلاص. نفض يعني في اسال الاخر. اساله بعد كده يقول لي لا انا سبت المجال. ليه؟ لان هو ما اهتمش في الاول. هو الاول بيبقى عنده طاقه، الطاقه ديت بتخلص، لسه مم. هرجع تاني؟ لا، خلاص. اه، ده فالموضوع ده بالنسبه هو له، بدأ غلط اصلا من الاول، اه يعني هو الرود ماب، حط طاقته، كوت كروت الموضوع. الرود و... ماب والتعلم الغلط ممكن يطلعوك من المجال يعني. بالظبط. الطريقه الغلط. فدي يعني لاي حد بيحاول يبدا لاول مره، او بيحاول يبدا، حتى لو انت شخص عندك خبره في الموضوع. بالعكس، انت مثلا لو انت مثلا لو هنتكلم معاك سيرفيس محتاج تعملها انتجريشن مثلا مع السيستم عندك، تمام. اغلب المشاكل اللي بتظهر ان الديفلوبرز ما بيقروش الدوكيومنتيشن، يعني ما بالظبط. بيتعمقش في الدوكيومنتيشن. لا، تمام خلصان انا هعملها. بالظبط بتحصل ممكن معايا، يبعت ما بقى زالت ويرجع بتحصل تاني. معايا، ما زالت بالظبط، بتحصل معايا. بتحصل مع ناس كتير يعني، ومعانا كلنا. فبرجع اجيب الدوكيومنتيشن تاني بلاقي فيه اللي انا عايزه. بالظبط، اللي هو انت كروت الموضوع، فالكروته في مجال خطيره ومؤثره. ولو انت شخص لسه بتتعلم فتكلفتها عاليه جدا عليك، انت هتعيد بالظبط. كل حاجه من الاول. وصدقني ان انت تعيد حاجه انت بذلت فيها مجهود، ده على نفسك تقيل تقيل على نفس الشخص، ان انت ما تعيد حاجه هو زي كده. الطاقه بتبقى في حرام. الاول كبيره، وانت ماشي الطاقه بتخلص منك زي ما بيقولوا كده. فبتيجي على اخر الكورس تلاقي نفسك ايه؟ خلاص، اللي هو يا دوب انت على اخرك، فاضل بس ان انت تطلع حاجه تفرحك عشان تخليك تكمل. لازم ريزلت يخليك تكمل. فانت لو مفيش ريزلت ظهر معاك مم. فخلاص الله يعوض، بتطلع من الموضوع خصوصا لو انت حل. شخص عامل شفت كارير اصلا بالظبط. للمجال، فالموضوع صعب. وحته برضو مهمه، ان انت لما ما تمشيش ورا التوتوريالز وخلاص. يعني في حد هو بيزكس كويس تمام، فبيتعلم تكنولوجي تمام، فبتلاقيه مثلا وهو بيطبق في اي تكنولوجي. لو هنتكلم على فلاتر مثلا، تلاقيه عمال يطبق وراه، انا هبني ويدجت، هعمل مش عارف ايه، هعمل مش عارف ايه. طب تيجي مثلا تقول له طب اعمل لي حته بسيطه لوحدك، ما يعرفش. ليه؟ ما هو هو عمال يكرر الفيديو وخلاص، ما بيمشي ورا هو الفيديو. بيقلد. هو ما بالظبط. بيعرفش يعني، خلاص هو من كتر ما اتعلم التقليد ما بيعرفش يعني يفكر ويعمل حاجة من دماغه. دي برضو بالظبط. مشكلة كبيرة، اللي هو ايه؟ انت وانت بتتعلم لازم تتعلم ازاي تتعلم. يعني انت مثلا طبقت ورا الفيديو مثلا، عملت الجزئية اللي هو عاملها في الفيديو، انت لازم تفكر في جزئية تانية وتحاول فيها، حتى لو مش هتيجي معاك. حتى لو مش هتيجي معاك بس انت تكون فكرت وشغلت دماغك. دي ما جاتش المرة دي، ما جاتش، هتيجي معاك المرة الجاية. بس اللي انت تقلد بس، ديت حاجة غلط. وانا شايف ان الانجليش لازم يكون كويس معاك، ولازم كتب برضه. يعني الكتب الى حد ما بتفرق فرق كبير جدا مع اي حد داخل جديد. تمام. يعني انا شايف ان الكتب ليها عامل كبير جدا في اللي انت يوصلك المعلومه جنب الفيديوز. يعني انا يعني مش شرط اللي انت ايه تبراكتس من تقرا مثلا دوكيومنتيشن او كتاب بس وتسيب الفيديوز. لا، الفيديوز بتوضح لك اكتر وبتفهمك بشكل اكبر من الايه. يعني الفيديو مش هيديك المعلومه زي الكتاب. تمام. مم. فالكتاب مهم هو والانجليش. يعني انت كتاب انجليش مش كتاب عربي. وبالعكس، يعني انا بصراحه انا شايف الكتاب مش شرط معلومات بس، لكن الكتاب انت تقدر تستخدمه في المواصلات، تقدر تستخدمه حتى بالظبط. وانت نايم، بالظبط. حتى وانت مش مركز. انت القراءه نفسك انت بتبقى مجبر ان انت تركز وانت بتقرا، صح. مفيش حد بيعرف يقرا وهو مش مركز، ده ما المعلومه بتحصلش. بتثبت اكتر. بالظبط، بتثبت.
والحاجه التانيه بيدربك للمستقبل. يعني احنا بنقول مشكلتنا كديفلوبرز عموما حول العالم موضوع قراءه الدوكيومنتيشن او صح. القراءه عموما. فلو انت شخص انت من بدايتك انت بتعرف تقرا، يعني شابوه ليك. هيفرق معاه، هيفرق معاه بالظبط، جدا تبقى يعني. انت تبقى شخص كويس بتعرف تدور. يعني دي صح. بتنمي عندك قدره ان ازاي تسيرش وما الى ذلك. السيرش مهم برضو، يعني ممكن اه، نخصصه نقطه السيرش له. نتكلم فيها، او ممكن 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 نتكلم نبذه نخصصه له بس فيديو دلوقتي. تاني. تمام، او ممكن نتكلم نبذه برضو عن موضوع السيرش. يعني في ناس فاكره ان انت كديفلوبر او الصوره النمطيه للديفلوبر على الانترنت او على الافلام الهاكرز وكده، تلاقيه لابس زعبوط كده عمال يكتب كتير بقى. هو ما يعرفش ان احنا اصلا كل حياتنا عاملين كده. هو بنفكر السيرش. بسيك هاو تو مش عارف اعمل اه، ايه، هاو كذا. دي كانت في كوميكس على لينكد ان، كنت قاريها من فترة طويلة يعني. اللي هو المبرمج في خيال الناس، والمبرمج في خيال نفسه، ايوه اللي ايوه هو شفتها اصلا بيحاول. هي الدنيا كده على فكرة، اللي هو إيه، مش كل الناس هتبقى قوية. يعني مش كل الناس بتعرف تعمل حاجة ديت بإتقان رهيب. يعني هو الموضوع بيبدأ معانا كله. كل الموضوع اللي احنا بنسيرش وبنتعلم ازاي نسيرش، وبعد السيرش انت بتكتسب القدرة بعد كده اللي انت ممكن تفكر وتنتج. تمام. و- فموضوع السيرش هيعلمك. السيرش مهم وبالعكس. في ان انت اه. تدور حتى على المشاكل بتاعتك. مهم. وعايز منشن حاجه برضو، اللي هو انت اصلا دلوقتي المجال دلوقتي بيحصل له طفره. يعني موضوع الشات جي بي تي لو انت تسمع عنه، هنعمل حلقه برضو شات جي بي تي وجيت هاب كوبايلوت اللي هو بيعمل لك اوتو كومبليت. لو ما حدش يعرف يعني من البودكاست ايه هو جيت هاب كوبايلوت، هو عباره عن تول كده بتعمل لك اوتو كومبليت، حرفيا بتكتب لك كود لوحدها. هي بتعمل ديتكت سمارت انف انها تعرف انت محتاج تكتب ايه. فالموضوع اصلا دلوقتي بدأ ينحاز ناحيه ان انت مش حافظ سنتكس لغه، مش حافظ ايه ده، هو انت عارف. اللي بيستخدمه عامة في الأول، ما منصحش بيه الناس اللي لسه داخلة في الموضوع يعني. ده طب للناس المور ادفانسد، اللي هو بيبقى عارف هو عايز ايه، بس بيوفر وقت. لأن بالظبط انت لو مش بالظبط. عارف انت عارف انت عايز ايه، او مثلا داخل تجيب حاجة انت ما انتش عارف تعملها او تفكر فيها، فديت غلطة. انت مش هتعرف بعد كده ترجع منها يعني. اه، والجيت هاب كوبايلوت او الاوتو كومبليت ده ما بيساعدكش لو انت مش عارف لا، انت بتعمل ايه. هو لا. اصلا ما بيجيب لك اوتو كومبليت لحاجات مالهاش لازمه. اه، انت اه. بتبقى عارف، انا عارف ان في فانكشن بتعمل كذا الطريقه الفلانيه، هعملها واحد اتنين تلاته، انت عايز المفروض كده. اصلا تكزيكيوت الكود في دماغك قبل ما تطلع الريزلت من الفانكشن اللي هو عاملها لك دي. اصلا تقرا الكود وتمشي ستيب باي ستيب كده فيه. بالظبط. وموست كيسز اصلا احنا كديفلوبرز بتكون مشكلتنا في ان احنا نصلح باجز، مش ان احنا نكتب اه، كود. فعلا. ان انت تكتب كذا، لو كتبت الكود ممكن في اكواد برامج يعني ممكن تستهلك شهور وسنين، كانت تخلص اصلا في اسبوع او اسبوعين كود بس. لكن هي الايشوز اللي الباج. بتظهر والباجز اللي بتظهر بتاخد وقت قبل ما بتتحل. بالظبط. فانت جيت هاب كوبايلوت عمره ما، وده بيحصل دايما لحاجات كتير نتيجه طبعا لكونفليكت في البيزنس لوجيك عندك في السيستم، كونفليكت من الديفلوبرز نفسهم، حد عمل حاجه والتاني عمل حاجه مختلفه. فمهما كان الموضوع، فانت كديفلوبر احنا المايند سيت نفسها، مش الكود صح. مش اللوجيك. وبنيجي برضه نقطة مهمة، يعني تلاقي واحد أنا مثلا لو هتكلم على بتوع جافا سكريبت خصوصا، أنا ميرن ستاك، أنا جافا سكريبت، أنا ما بعرفش غير جافا سكريبت، ما تسألنيش في أي حاجة تاني. لما تيجي تسأله في أي حاجة تانية مثلا، أنت المفروض لازم يبقى عندك نولج، لازم على الأقل يبقى عندك نولج مثلا. صح. لو انت فرونت اند، نولج شويه داتابيز، شويه ويب سكيورتي. ما تبعتليش مثلا التوكن في بادي ريكويست مثلا، حاجات زي كده كتير. هو تمام. اتفضل، اتفضل، كمل. ففي نولج انت لازم تكون عندك. تمام. بس فده اللي انا عايز امنشنه. طيب، في نقطة مهمة برضو، اللي هي بنلاقيها على جروبات الفيس على طول. اللي هو بتلاقي ناس داخلة: يا جماعة أنا سمعت إن فلاتر أفضل من نيتيف. يا جماعة أنا سمعت إن النيتيف أفضل من فلاتر. يا جماعة أنا سمعت إن الباك إند بيجيب فلوس أكتر من الفرونت إند. يا جماعة أنا سمعت يعني الكلام ده بيخلي الواحد يخرج عن شعوره بصراحة. اللي هو طب أنت مش مركز في مجال ليه؟ يعني أنا عايز أفهم. البرمجة ديت بحرها واسع، كبير جدا. انت لو نزلت فيه مش هتعرف تطلع. فليه اصلا انت تتخصص في كذا حاجة؟ او انت دلوقتي اتخصصت في حاجة، ليه ما تتقنهاش؟ يعني انت لو اتقنت الحاجة اللي انت فيها هيجيلك مرتب كويس وما يشغلكش بقى. اصل ما فيش تكنولوجي بتموت. تمام. هو في تكنولوجي يعني عدد المستخدمين ليها بيقلوا،
بس مش بتموت. يعني في شركات ما اه زالت شغاله في بالجافا. سيستمز اوريدي مبنيه بالحاجات دي، اللي هو السيستم دي قائمه والشركات دي ما بالظبط. عندهاش استعداد تشيلها، بالظبط. فخلاص طالما مش هتموت، طالما السيستمز دي بقى فالجافا شغال. الجافا قالوا اللي هي مثلا خلاص نهايه الجافا ومش عارف ايه. يا جماعه، في يعني الجافا لحد الان شغالين بيها ويب ابلكيشن، شغالين بيها في حاجات كتير، مش ويب ابلكيشن بس. لسه شغاله في الاندرويد نيتف. فما فيش حاجه بتموت. تعالى 2017 اول ما الكوتلين طلعت مثلا، وقالوا ان الكوتلين هتحل محل الجافا، الناس كلها حولت للكوتلين. طب والجافا؟ لا، الجافا بتموت خلاص. ازاي بتموت؟ ورجعوا لها تاني في الاخر هو وقصه كده. المشكله اللي العقليات هي اللي ايه، ما فيش حد عاجبه حاله. هو واحد مثلا عايز يدخل في الويب ويدخل في الموبايل ويدخل في الاي اي ويدخل في كل حاجه. هو عايز يلم، وعايز يدخل في السايبر سيكيورتي عشان يهكر اكونت صاحبه اللي مضايقه. فالموضوع بيبقى ايه بالنسبه له؟ هو مرح. انما الناس اللي متخصصه فعلا، لا، الناس ديت ما بنسمعوش صوتها. اللي هو متخصص مثلا في النيتف، شغال نيتف، ما حدش بيسمع صوته. اللي هو ما بيدخلش يسأل. يعني انا عمري ما دخلت بروفايل حد بيسأل السؤال ده الا وهو لسه بيتعلم. المشاكل كلها بتيجي من الناس اللي لسه بتتعلم. هو بيتعلم فلاتر مثلا، وسمع ان الكوتلين كويسه، يجي رايح على الكوتلين. طب وفلاتر اللي انت اتعلمته؟ لا، مش مهم. طب والوقت اللي انت ضيعته؟ مش مهم. اللي هو بتلاقيه بيتنقل كده، يضيع 3 4 سنين في حياته بسبب التنقل اللي هو بيعمله ده. مهم. فديت حاجة، ما خليك ثابت على مبدأك. مفيش تكنولوجي بتموت. اللي انت هتتعلمه كان الباشمهندس حماد منزل بوست كده، اللي هو انت لو مسحت عربية، لو نزلت في الشارع مسحت عربيات، هتاخد فلوس. فأي حاجة هتتقن الحاجة ديت في أي تخصص، تمام، انت هتاخد من وراها فلوس وهتاخد من وراها دخل. والحاجة ديت هتبقى كويسة، مش هتبقى وحشة. مفيش حاجة بتموت، مفيش تكنولوجي بتموت، مفيش حاجة بتروح عليها. انت في 2023 اهوت. يعني الجافا من 95 ما مم. ماتتش ولا في تكنولوجي بتروح عليها. يعني الموضوع ده يعني مش صح. وبص، وبرضه انا عايز اقول حاجه، يعني انت حتى لو يعني فرضا ان هي ماتت، احنا قلنا الديفلوبر هو مايند سيت، هو مش تكنولوجي، هو مش فريم ورك، هو ديفلوبر. يعني انا مثلا انا شغال بايثون تمام، انا عندي استعداد لو في بكره قالوا لي انت جافا سكريبت ديفلوبر، خلاص تمام ما عنديش مشكله هشتغل جافا سكريبت. موبايل هشتغل موبايل. انا عارف اساسياتي كويس، مظبط اساسياتي، مظبط اللوجيك، انا فاهم انا هعمل ايه. الاساسيات هدوس في اي حاجه. هتفرق. بالطبع الاساسيات بتفرق مع اي حد. يعني في ناس مثلا بتتعلم البيزكس وبعد كده تدخل في الاو بي، تمام، وبعد الاو بي مثلا بتتخصص في اي مجال. طيب، مم. لو انت ما عملتش كده، لا، بس انا شايف ان الداتا ستراكشر برضو لازم اي حد اتعلم خلص الاو بي ممكن ياخد داتا ستراكشر معاه، تمام. بعد داتا ستراكشر انت هتتخصص في اي مكان انت هتسد فيه، تمام. يعني الموضوع بيكون على قدر تأسيسك، على قدر ايه سرعة تعلمك ويعني وقابليتك للشغل فيما بعد. بالظبط. والشركات بتحب اللي هو ايه اللي بيتعلم بسرعه. يعني انت لو اقول لك مثلا انقل من التخصص ده للتخصص ده، من الويب مثلا للموبايل، هتقول لهم انا عايز لي سنه عشان انقل النقله دي؟ لا. مفيش الكلام ده. هم ممكن يسيبوا لك شهر ولا حاجه، يدوك يوفروا لك كورسات ويسيبوك شهر يعني بعد ما تخلص، بعد ما يخلص الشهر ده يسالوك بقى، يبداوا يسالوك على الريزلت، انت اتعلمت ايه وممكن تفيدنا بايه دلوقتي. اللي هو مم. مش هيدوك مثلا 3 4 شهور ولا 5 شهور عشان تتعلم حاجه معينه وتفضل تتعلم على حساب الشركه. الموضوع ده مش صح. انت لازم يبقى عندك قابليه التنقل بين مجال ومجال، وقابليه سرعه التعلم. وده ما بيجيش الا لما تكون انت ذات نفسك متاسس كويس، وبتعرف تسيرش على الحاجه اللي انت عايزها. تمام. فديت حاجه مهمه جدا لاي حد داخل، يعني لسه داخل في المجال. تمام. يعني احنا اتكلمنا برضو النقطة دي مهمة، اللي هي ان انت مثلا لا تتأثر بمختلف الآراء، وخليك ثابت على مبدأك ايا كان تخصص في مجالك. وما تسمعش الموضوع فول ستاك ده، لان صدقني الفول ستاك بيروح بيتهد حلو يعمل حاجتين مع بعض ووجع دماغ، والسالري بيكون هو الشخص تاني. الفول ستاك فانت ليه؟ انا الفول ستاك انا ممكن لا. يكون اقل كمان على فكرة، ساعات بص، بيكون اقل. الفول ستاك انا عايز بس اعقب على النقطه دي. الفول ستاك يعني ما فيش حد ينفع يكون فول ستاك وهو لسه داخل الفرونت اند بقاله سنه او بقاله 6 شهور، وعايز يبقى فول ستاك ويروح يجمع بين الفرونت والويب، الفرونت والباك، تمام.
في فرق بين ان انت تكون فول ستاك، وفي فرق ان انت تكون جونيور. ما فيش حاجه اسمها جونيور فول ستاك، او لو هي في المسمى ده في السوق المصري فالمسمى ده غلط. انت بناء على خبرتك بيتم ايه؟ بيتم اعطائك تايتل معين، تمام؟ انت مثلا مم. فرونت اند. فرونت اند بقالك كام سنه؟ كام سنه خبره فيها؟ انت مثلا بقالك قول 5 سنين. ممكن لو انت مم. اتعلمت الباك اند، انت بتكون كده جونيور فول ستاك. انت اوريدي معاك تخصص، تمام؟ التخصص ده فرونت اند، انت معاك 5 سنين خبره فيه، وانت داخل الباك اند بتبقى جونيور فول ستاك. بالجونيور فول ستاك وانت لسه بتتعلم الاثنين. يعني ده، يعني دي حاجه مش صح، اللي انت تتعلم مثلا وتروح للشركه تقول لها انا جونيور فول ستاك. طب انت كام سنه في الباك؟ سنه. وكام سنه خبره في الفرونت؟ سنه. لا، انت كده ما اسمكش فول ستاك. انت كده اسمك فريش، لان انت حرفيا او مش هتكون اسمك. عملت حاجه ولا في الفول مم. ستاك ولا في الباك اند. فديت حاجه برضو مهمه، اللي انت ما تحاولش تاخد القاب مم. اكبر منك. ف مم. تمام. اوكي، يعني موضوع الفول ستاك او ان انت تتخصص، وخصوصا برضه على فكره يعني الاونه الاخيره ان الشركات بدات اصلا تركز على الموضوع. انا عايز شخص يحل لي المشكله، انا مش عايز شخص يعمل لي كل حاجه. انا عايز شخص اول ما اعرف المشكله انا واثق ان الشخص ده مهما كان هيحلها. تمام. تمام. اعتقد او كده اعتقد وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. تمام. اتكلمنا، هنحاول بس نريكاب بسرعة الحاجات اللي احنا قلناها. احنا اتكلمنا عن ليه انت بتتعلم برمجة، تمام. اتكلمنا تاني حاجة بعدها على طول انت عايز تتعلم ايه في البرمجة، ده مهم، لازم تحدد الاهداف دي. تالت حاجة تبدأ منين، وشوية نصايح اللي هو ان انت ما تتبعش التورنز وخلاص، ما تتبعش آراء الناس. امشي على رأيك، قناعتك الشخصية، ما تسمعش اي حد بيقول اي حاجة. وتالت حاجة مهمة هي الكوميونتي، تحيط نفسك بأشخاص صالحين دنيويا ودينيا كمان، الاثنين على حد سواء. ودينيا بصراحة أنا شايف هي تغني عنك كل حاجة. صح. تمام. ف ولا تتعصب للغتك برضو، يعني ما تسمعش لحد يقول ده فلاتر هتموت، ده مش عارف ايه هيموت. لا، مفيش حاجه. خلي عندك المايند سيت، مايند سيت الديفلوبر اللي هو دايما هو فاهم هو بيعمل ايه، بغض النظر اي انفايرمنت انت بتحطه فيها او اي تول هو بيستخدمها، هو عارف هيعمل ايه وهيشتغل ازاي. تمام. اشكرك يا عمرو، النهارده كان يعني سيشن الله كويس. يكرمك يا رب. آه، عايز انبه بس كل اللي بيسمعونا ان هم السيشن دي هترفع على ساوند كلاود وعلى سبوتيفاي بودكاست، وهتلاقوها على قناتي على اليوتيوب وعلى وان شاء لينكد الله على ان. لينكد ان، في البيدج بتاعتنا على لينكد ان، باينري توك. باذن الله هنستضيف ناس بعد كده. دي بس البدايه باذن الله، وان شاء الله هتلاقوا حاجات افضل من كده بكتير قدام يعني. فان شاء الله يعني ايه، نشوفكم في حلقه تانية. ماشي، السلام سلام. عليكم.